باباكي ومامتك بيتطلقوا، اختك فستانها اتقطع، العريس هرب، ما يشغلكيش. ازيكم؟ انا بسنت سالم وعزيزتي التي اقبلت خلاص على الزواج. ازيك؟ بكره فرحك وخلاص احنا بنستعد. شوفي تعالي خدي بقى شويه نصايح عشان تشوفي هتعملي ايه وتخلي اليوم ده يطلع باحسن حاجه وباقل الخساير وانتي تكوني مرتاحه فيه جدا. اول حاجه، مش بكره الفرح؟ خلاص انسي بقى كل حاجه. انسي عمته المتضايقه من بابا علشان ما نقطهاش في سبوع حفيدها، انسي خاله، انسي خالته، انسي صحابك، مين مقموصه مش هتيجي، مين زعلانه ان فستانها اتقطع. انسي كل الكلام ده، فسي دماغك خالص. دي نصيحه قدمتها لك في فيديو فرحك قبل اسبوع وبقدمها لك تاني النهارده. واخر اليوم بنروح نقيس الفستان واحنا لابسين كل كمالياته وناخده ونروح. غير كده ما يشغلكيش. راحتك يوم اللي قبل الفرح هتنعكس على وشك، هتنعكس على الميك اب، هتنعكس على نفسي، هتنعكس على كل حاجه. رقم 2، التوتر. انت عروسه توتر، عماله تفكري السنتر بيس هيبقى شكلها عامل ازاي، هيغطوا الترابيزات ازاي، الورده هيحطوه ولا لا، الفاير ووركس هتشتغل ازاي. انسي كل الكلام ده. انت معاكي ويدنج بلانر انتهت. دلوقتي ما عادش في قاعات من غير ويدنج بلانر، يعني كلهم في دايما شخص كده بيقعد معاكي قبل الفرح بشهر وانت رايحه تحجزي، او قبلها باسبوعين وانت رايحه تدفعي بقيه الفلوس، بيقعد معاكي انت عاوزه ايه عروسه، انت عاوزه ايه، انت عاوز ايه عريس، وخلاص انتهت. ما دام في ويدنج بلانر سيبيه يعمل كل اللي هو عاوزه، ما دام انت قلتي له انت عايزه ايه ومش عايزه ايه خلاص. وعاوزه اقول لك انك سواء قلتي او ما قلتيش هم بيعملوا اللي في مزاجهم، فما ريحي نفسك. انا يوم فرحي قلت لهم مش عاوزه فقره الشربات، واكدوا عليا جدا ان هو مفيش فقره شربات. احنا اول ما دخلنا القاعه يا دوبك بس بنقعد كده على الكوشه، قالوا يلا يا جماعه جهزوا عشان فقره الشربات. انا مش لاغيها، فانسي انسي خالص. معاكي ويدنج بلانر، انسي كل حاجه. نصيحه رقم 3، اكلك اليوم اللي قبل الفرح ده مهم جدا، لان احتمال كبير قوي يبقى هو ده اللي هتاكليه في خلال اليومين. ممكن تروحي للميك اب ارتست وتنسي اكلك وتنسي شربك وتنسي كل حاجه، ومحدش يكون مهتم بيكي اساسا عشان ياكلك. فاكلك كويس قبل يوم الفرح ده هو ده اللي هيقويكي يوم الفرح. 4، شرب الميه ياخد نفس النصيحة برضو. الشرب المية اللي انت تشربيه قبل يوم الفرح هو ده برضو اللي هيفضل معاكي ويقومك كده ويخليكي حاسة بالفريشنس. لكن انا احب قوي ان انت يوم الفرح لو ما كلتيشي وما شربتيشي ومحدش عبرك، ان ازازة المية تكون في ايديكي طول النهار. اشربي وانت قاعده في الاوتيل، وانت قاعده عند الميك اب ارتست مستنياه هتخلص العروسه اللي قبلك وهكذا، اقعدي اشربي ميه. ولكن اوعي تنسي، اوعي انك قبل ما تلبسي الفستان تكوني فضيتي كل الميه اللي انت شربتيها دي في الحمام، عشان لو ما عملتيش كده هيبقى شكلك فظيع وانت داخله الحمام بالفستان. مش عاوزين كده، ففضيها خالص قبل الفستان. 6، خدي كبسوله فيتامين سي الصبح قبل ما تتحركي من البيت يوم الفرح. هاتي كده سي ريتارد، اميونوماش، اي حاجه فيها فيتامين سي، فيتا سيد. انا عارفه ان انتوا بتحبوه قوي، بتحبوا الفوار ده. خديه الصبح قبل ما تنزلي، اللي هو اول ما تفتحي عينك كده ماما بتقولك ايه ده انت هتمشي وتسيبيني عياط وكده، معلش ادوني كبسوله فيتامين سي علشان ايه اعرف انزل. خليكي فريش ومصحصحه، وفي نفس الوقت مش هتهبطي من كتر الاحداث اللي هتحصل في اليوم، وهتفضلي لحد اخر اليوم لسه واعيه كده. مش هتروحي تنامي وتتكبي كده على السرير مش شايفه قدامك، لا هتبقي لسه فيكي شويه طاقه انك تشوفي الهدايا اللي جاتلك، تعدي النقطه، تاخدي هدمتين حنفي فمين قبل ما تنامي، تقعدي تتعشي العشاء الملوكي اللي انت مستنياه من ساعه ما قالولك هم هيجيبولك ايه يوم الفرح. رقم 7، ما تخليش حد يقولك خبر وحش. اي حد يقرب منك علشان يقولك خبر وحش امنعي الموضوع ده تماما. يا نبهيهم من قبلها ان محدش يقولك خبر وحش، يا اما لو حد جه وقالك خبر وحش يعني اديله رد الفعل اللي انت عاوزاه. بصي انت عروسه، ما حدش هيكلمك، اعملي اللي انت عايزاه. النهارده معاكي كارت بلانش، النهارده معاكي يعني الاشاره الخضراء ان انت تطيحي في اي حد وتزعقي في اي حد عشان محدش يوترك. ما حصل ما تشغليش بالك، وكده كده خلاص النهارده يوم فرحك، فما تعكنينيش على نفسك. باباكي ومامتك بيتطلقوا، اختك فستانها اتقطع ومش لاقيه حاجه تظبطوا بيها، واحده من صحباتك اللانسز دخلت في عينيها ومورمها لها وراحت المستشفى، العريس هرب، انسي
ده فرحك، انت لابسه الفستان دلوقتي وعملتي ميك اب ويعني وقاعده من الصبح ما اكلتيش وما شربتيش وعلى بق ميه من صباحيه ربنا. هتروحي القاعه، هنرقص، هنهيص، هنروح بيتنا وبعدين نبقى نشوف بقى ايه اللي حصل. رقم 8، انت مش هتحطي اي حاجه على وشك غير كريم المرطب. كل اللي انت هتعمليه في يومك ان انت هتقعدي تحطي كريم المرطب بس، وكل ده علشان شكلك ووشك يطلع فلولس، ما فيهوش عيوب، ما فيهوش يعني uneven skin او اللي هي الحاجات اللي بتبقى في وشنا دي كلها هتروح بالترطيب. فكل اللي انت تعمليه وانت رايحه للميك اب ارتست او انت رايحه الاوتيل ان انت هتاخدي الكريم المرطب بتاعك وبس. تقولي لي عندي بقعه، طالع لي حبايه، مش عارفه ايه، النهارده مش وقت علاج ولا سبوت تريتمنتس ولا اي حاجه ولا كريم تفتيح ولا الكلام ده خالص خالص خالص. كده كده اي حاجه هتحطيها مش هتعمل نتيجه ومش هتعمل مفعول، وهنكون ضيعنا وقت فاضي في التوتر والقلق من شكلها وباينه ولا لا. عكس ده ممكن كمان يعمل نتيجه عكسيه، وهو ان يخلي بشرتنا تشرب الميك اب اسرع. لو الميك اب ارتست شافت وشك وقالت ان هي مثلا مش تقدر تخبيه او هيبقى باين حاجه بسيطه، كريم ACM DP وايت اللي انا قلت لكم قبل كده في الستوري ان ده كريم يوم الفرح او ده كريم العروسه، هو ده اللي انت هتحطيه قبل الميك اب. الكريم ده هيخلي بشرتك فلولس، ناعمه، لونها متوحد، ايا كانت ايه مشكله في بشرتك هيعمل لها بلر او هيعمل لها كده تمويه، مش هتبقى باينه خالص. وبالذات كمان لما يتحط عليها الميك اب خلاص هيبقى الموضوع انتهى. ده غير انه في نسبه حمايه من الشمس، فلو فرحك في جزء منه العصر كده فهيبقى معاكي تمام قوي. هنفترض ان انت وشك تمام ومفيش اي مشكله، الكريم ده برده هو الكريم المناسب ان انت تحطيه على منطقه الديكولتيه لو استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم قررتي ان انت تبينيها، ودي ما فيهاش نقاش. انت لازم تستخدمي الكريم ده علشان لو عندك اي مشاكل، مثلا الحنه لونها ما ظبطش، في بقعه، في حاجه، اي حاجه حصلت منطقه الديكولتيه دي، يعني لو قررتي ان انت تبينيها استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم برضو، فدي اكتر منطقه اي حد بيبص عليها. يعني اي حد هيجي يسلم عليكي والله هو مش بيسلم عليكي وقاعد على الترابيزه هيبص عليها، فمهم قوي ان انت تكوني موحده لونها. فالACM DP وايت ده هيبقى خيارك الانسب. رقم 9، ما تغسليش شعرك يوم الفرح، اغسليه اليوم اللي قبل الفرح. مش لازم تصحي الصبح كده تقولي يلا انا هستحمى. ايه انت جايه النهارده تفتكري ان انت لازم تستحمي؟ ما انت استحميتي امبارح او استحميتي يوم الحنه، احنا عارفين انك عروسه وعارفين انك نظيفه، مش محتاجه تاكدي لحد على الموضوع ده. لكن غسيلك لشعرك ده ممكن ياثر بالسلب على الستايلنج اللي انت تعمليه. هناخد وقت اطول في التصفيف لان طبعا السشوار هياخد وقت علشان ننشفه. وفري على نفسك وقت وهتوفري على اللي هيعمل لك شعرك او الستايلست مجهود. لو انت ناويه تبيني شعرك برضو استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. وبرضو لو انت محجبه برضو ما تغسليش شعرك، يعني هناخد وقت طويل قوي لا هنشفه. وفي كمان يعني في احيانا ميك اب ارتست وحجاب ستايلست ما بترضاش ان هي تنشف لك شعرك ولا تستخدم لك سشوار، تقول لك شعرك ده ماليش دعوه بيه، فانت شعرك هيبقى مبلول تحت الطرحه فهيكمكم ويهرشك ويعني وتبقي قرفانه من نفسك طول الفرح. فليه نغسل شعرنا اليوم اللي قبل الفرح وينشف اليوم اللي قبل الفرح مش يوم الفرح؟ 10، اخر واهم نصيحه، خلي كل اللي بيحبوكي وانتي بتحبيهم حواليكي. ودول اللي بتحبيهم وبيحبوكي حواليكي هم دول اللي هيخلوا لليوم معنى وطعم، وهو ده اللي هيخلي اليوم يعدي بسلاسه. عاوزاكي تفرحي من قلبك لان فعلا اليوم ده مش هيتكرر. ده غير ان هو هيعدي اسرع مما تتخيلي. انتي كل حاجه هتبقى ماشيه ببطء قبل يوم الفرح. يوم الفرح ده انت هتغمضي عينك تفتحي تلاقيه الفرح خلص. فمهم قوي ان انت تستمتعي فيه بكل لحظه وما تبوظيهوش بالحاجات اللي انا حذرتك منها في اول الفيديو. انت كل حاجه اليوم ده اهم يوم في حياتك وانت كده كده هتبقي فيه احلى واحده. وما دام شفتي سلسله العروسه من الاول واتبعتي نصايحي من الاول خالص، من اول 6 شهور 3 شهور شهر اسبوع، فانا مباكد لك ان انت هتبقي زي القمر. ما تنسيش ان انت هتبقي حلوه علشان انت حاسه ان انت حلوه، فلما هتحسي كده كل الناس حواليكي هيشوفوكي حلوه. منشني بقى صاحبتك التوتر اللي فرحها قرب، وما تنسيش تعملي شير ولايك وكومنت تقولي لي فرحك امتى. فولو الاكونت الانستجرام والفيسبوك وسبسكرايب لقناه اليوتيوب، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد والف مبروك. باي.